الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا. هنكمل على حلقتنا الأخيرة اللي كانت بخصوص ألم الأنسولين وأنواع ألم الأنسولين وأنواع إبر ألم الأنسولين أو سنون ألم الأنسولين أنواعها وكده. وصلنا وكنا في أكتر من عنصر. تطرقنا الحديث عن أنواع ألم الأنسولين وأنواع وأحجام سن ألم الأنسولين أو بيت الأنسولين، وتعرفنا على الطريقة الصحيحة لوضع الخرطوشة في ألم الأنسولين. واتكلمنا كمان عن سألنا سؤال: يا ترى ممكن أستخدم سن الأنسولين أكتر من مرة ولا لأ؟ واتكلمنا كمان وتطرقنا لفكرة الحجم الأفضل أو المقاس الأفضل لسن ألم الأنسولين. في حاجة نسيت أتكلم عنها، انا بصراحه نسيتها خالص. انا النهارده بالصدفه بشوف الفيديو لقيت نفسي ما اتكلمتش عن الموضوع ده. طريقه تركيب سن ألم الأنسولين تركيب سهله خالص. احنا بنجيب السن كده بيبقى بالشكل ده، بنشيل الغطا ده كده وبنجيب السن بالشكل ده كده وبنلف، نفضل نلف 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 لغايه ما يتقفل خالص. اتقفل خلاص. انا بعمل كده اهو، بفك كده وانا بقفل بسحبه وهو مقفول كده خلاص. السن جاهز. في هنا الجزء اللي من فوق اللي من قدام خالص ده عباره عن الامان، عشان بس في اطفال في البيت وشو من هذا القبيل. ده الامان. عشان خلاص انا عايز ادي الجرعه، بيشيل الجزء ده كده اهو ببساطه اهو كده. شلته خلاص، انا كده جاهز لاعطاء الجرعه. وده الامان بس كده ببساطه. شكرا جدا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.